مبروك. أخيرا بدأنا نفكر صح. أخيرا بدأنا كدولة وكرئاسة لهيئة قناة السويس نعظم إيرادات قناة السويس. بدأنا ننوع مصادر إيرادات قناة السويس. بدأنا نكون بفكر جديد خارج نطاق العمل الروتيني ان احنا مجرد محصل للرسوم للسفن العابره لقناه السويس. هيئه قناه السويس النهارده وقعت مذكره تفاهم لاقامه اكبر مجمع للبتروكيماويات في المنطقه الاقتصاديه في منطقه شمال غرب خليج السويس. ارض مملوكه لهيئه قناه السويس من سنين. شركه انكوراج، ودي شركه متخصصه في اقامه مجمعات البتروكيماويات، هتعمل هذا المجمع بالشراكه مع هيئه قناه السويس. تم توقيع الاتفاق النهارده في مقر اداره هيئه قناه السويس في برج الارشاد في مدينه الاسماعيليه، وفي انتظار طبعا الاعلان عن مزيد من التفاصيل والجدول الزمني لاقامه هذا المجمع، اللي من شأنه زي ما قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن ده هيعظم إيرادات القناة، هيحقق إيرادات إضافية لإيرادات القناة اللي هي بتأتي أساسا من عبور السفن للمجرى الملاحي لقناة السويس. هيبقى عندنا مصدر إضافي للدخل من خلال هذا المجمع الضخم. المذكرة اللي وقعت النهارده بتأتي بعد أيام قليلة من موافقة مجلس الوزراء على إقامة أو إنشاء الشركة القابضة لقناة السويس للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار. وده لأول مرة في تاريخ قناة السويس منذ إنشائها تقام شركة قابضة. مش كده وبس، ده أعلن عن ضم شركة القناة لرباط وأنوار السفن والشركة البورسعيدية الهندسية التابعة للهيئة. الشركتين دول تابعين للهيئة. تم إعلان انضمامهم للشركة القابضة لقناة السويس اللي هي الشركة الوليدة، والشركة دي هتعامل وفق قانون الاستثمار قطاع الأعمال المملوك للدولة. فكر جديد عشان نقدر نضخ إيرادات تانية بجانب إيرادات تحصيل الرسوم من السفن. عجبني جدا في الحقيقة هذا الفكر، ويمكن أنا شخصيا كراجل متخصص في شؤون قناة السويس طلبت أكثر من مرة إن الهيئة تفكر خارج الصندوق زي ما بنقول. ويمكن كنت اتكلمت الفريق مهمة ميش رئيس هيئة قناة السويس السابق وقلت ماذا يمنع إن الهيئة تشارك بأسهم في شركات عالمية متعلقة بخدمات النقل البحري، مثلا زي شركة ميرسك اللي هي تعتبر من أضخم شركات الشحن في العالم وبتكسب مليارات الدولارات. ليه الهيئة ما تشتريش أسهم ولو مثلا نسبة 5%، 2%، 10%، وآخر السنة المالية تبص تلاقي فيه أرباح جاية لها بجانب إيرادات قناة السويس من السفن. فقال لي الفريق المهم مش قال لي دي محتاجه تشريعات ومحتاجه قرارات سياديه عشان نقدر نعمل كده. النهارده بالفكر الجديد اللي يقوده الفريق اسامه ربيع رئيس قناه السويس، ويمكن بيدعم هذا الفكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقه، بيديله كامل الصلاحيات عشان ننوع ايرادات القناه ونعظم القيمه المضافه من قناه السويس. ويمكن في هذا الاطار كان فكره انشاء صندوق لقناه السويس اللي عمل ضجه كبيره في فتره الاعلان عن انشائه. والفريق اسامه ربيع قال ليس له علاقه لا من قريب ولا من بعيد باصول هيئه قناه السويس ولا بالمجرى الملاحي. ده فكرته عشان نقدر نستفيد من جزء من الفائض في تنميه امكانيات الهيئه ومعدات الهيئه والشؤون الفنيه الخاصه بالهيئه، وايضا يحقق مزيد من الايرادات من خلال اتاحه الفرصه للاستثمار. عايز بس اكد ان مذكره التفاهم اللي وقعت النهارده لاقامه اكبر مجمع للبتروكيماويات بين شركه انكوراج وهيئه قناه السويس
لم يعني يذكر في الخبر اللي احنا يعني تحصلنا عليه او اعلنته الهيئه انه له علاقه من قريب ومن بعيد بصندوق قناه السويس. منتظرين مزيد من البيانات والتفاصيل، لكن انا شخصيا في الحقيقه شايف ان ده تحول تاريخي في مسار هيئه قناه السويس والفكر الجديد فيها. ويمكن ايضا بياتي هذا الاعلان بعد ربما يعني اقل من اسبوع او 10 ايام عن موافقه الحكومه المصريه لمنح امتياز تموين السفن في ميناء بورسعيد. لاول مره في تاريخ هيئه قناه السويس عندنا محطه لتموين السفن العابره في قناه السويس بتهدف لخدمه 23,000 سفينه بتعبر في قناه السويس سنويا. طبعا الامتياز ده لاحدى الشركات السويسريه العملاقه في تموين السفن مقابل فلوس ودولارات دفعتها للحكومه المصريه، وده ايضا بيعظم ايرادات قناه السويس. شخصيا متفائل ان ايرادات القناه هتضاعف السنه دي. احنا بنتحدث عن توقعات تصل الى 9 مليار دولار ايرادات قناه السويس في العام المالي قريبا ان شاء الله هيعلن عنها. متوقع بعد كل هذه الاستثمارات الجديده ان السنه الجايه ممكن نلاقي ايرادات قناه السويس ربما تتجاوز ان شاء الله 10 او 12 او 13 مليار دولار. فكر جديد، ايرادات جديده، ده اللي محتاجينه في الحقيقه، نكون اكثر ديناميكيه في التعامل مع مواردنا عشان نعظم الاستفاده منها. بشكر حضراتكم، كنت معكم الصحفي هاني عبد الرحمن.